السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما شفنا في عنوان الفيديو كده النهاردة هنتكلم على حاجة من أكتر الحاجات اللي بتضايق مربيين الدواجن، ألا وهي الإسهالات. فهي حاجة مش مرغوبة في المزارع لأنها بتخلي المربي يواجه مشاكل كتير، أهمها ارتفاع الأمونيا اللي بتعرض القطيع لمخاطر كتيرة، ده غير انخفاض الأوزان اللي بيعمل خسائر قد كده. طب أنا كمربي أتعامل إزاي مع مشكلة الإسهالات دي؟ أولا قبل أي حاجة ما ينفعش على أساس الإسهال بس أشخص الحاجة اللي عندي، لأنه عرض لأكتر من حاجة، فمش شرط يكون بسبب مرضي، ممكن يحصل لأسباب غذائية زي زيادة الأملاح فيشرب الطائر مية كتير فيحصل الإسهال، أو بسبب تغيير العلف بشكل مفاجئ من نباتي الحيواني والعكس، أو العلف اللي انت بتستخدمه يكون فيه دهون مشبعة أو سموم فطرية. وممكن يحصل لأسباب مرضية سواء فيروسية أو بكتيرية، أو بسبب الرعاية السيئة زي زيادة الحرارة مع نقص التهوية فيشرب الطائر مية كتير، أو ممكن يكون إجهاد بسبب استعمال المضادات الحيوية. شفت بقى في كام سبب ممكن يتسبب في الإسهال؟ طيب حد دلوقتي هيسأل، ألوان الإسهالات الشائعة اللي بنشوفها في الدواجن ممكن يكون أسبابها إيه؟ أول حاجة الإسهال الأبيض. لو الإسهال الأبيض فيه لون برتقالي أو أصفر مع انتفاش الريش وفقدان الشهية وتضخم غدة البرسة، فده كده عرض لفيروس الجمبورو. ولو الإسهال لونه أبيض جيري في الأسبوع الأول مع عدم قدرة الكتاكيت على الحركة وتجمعهم عند مصدر التدفئة والامتناع عن تناول العلف والمية، فده كده عرض لبكتيريا السالمونيلا. وممكن برضو بكتيريا السالمونيلا تظهر في العمر الكبير، ولكن بيكون الإسهال أبيض فيه لون أخضر مصفر، وده مع نقص إنتاج البيض ومعدل الخصوبة والفأس. وممكن برضو الإسهال الأبيض الجيري بيدل على مشكلة في الكليتين مع اختلاف المسبب، سواء كان لاستخدام المضادات الحيوية أو لأسباب مرضية تانية، مع نوم الطائر على جنب واحد. تاني لون شائع معانا وهو الإسهال الأحمر، وده مش بيتكرر كتير في الدواجن، ومن أهم أسبابه الكوكسيديا والمراحل المتطورة من الكوليستريديا، وممكن يكون بقايا أمعاء ميتة وبتتجدد. تالت لون شائع معانا وهو الإسهال الأخضر، وده أسبابه كتير، فممكن يكون برد وممكن يكون سموم فطرية، وممكن لو في نافق عالي يكون نيوكاسل طبعا مع الأعراض التشريحية المميزة ليه، أو ممكن يكون إجهاد بسبب سوء الرعاية. رابع لون شائع معانا وهو الإسهال الشفاف، وده بيبقى مرتبط أحيانا بمشاكل في الجهاز التنفسي مع وجود حشرجة في الصوت مع إفرازات مخاطية من الأنف والفم، وممكن يكون سببه شرب المية الكتير بسبب الحر، أو ممكن أورام في القولون اللي بيصاحبها تضخم الطحال مع موت مفاجئ. خامس لون شائع وهو الإسهال البني. طبعا الزرق الطبيعي بيكون فيه لونين، لون بني غامق مع غطاء أبيض بسبب حمض اليوريك، لأن البول والبراز في الدجاج بيكون عملية واحدة، وده مش بيكون إسهال. أما لو ظهر في الأسبوع الأول لون بني فاتح مع فقاعات، فممكن يكون بسبب التخمر الطبيعي لنواتج الهضم والبكتيريا النافعة أو الضارة، وممكن يكون بقايا خلايا أمعاء فاسدة واللي بتتجدد، ودول مفيش خوف منهم. أما لو لون الإسهال بني فاتح مصاحبه أعراض تنفسية مع وجود طبقة فبرينية على الكبد، فده بيكون عرض مميز للإيكولاي. أما لو الإسهال لونه بني غامق واللي بيوصل لبعض الأحيان للون الأسود مع خمول وفقدان الشهية وانتفاش الريش وزيادة استهلاك المية، فده كده عرض للكوليستريديا. وزي ما شفنا كده فما ينفعش اعتمد على لون الإسهال بس في تحديد سببه، وده عشان ما استخدمش أدوية بدون داعي أو استخدم دواء بيعالج حاجة تانية. طب أنا إزاي كمربي أقدر أقي القطيع بتاعي من موضوع الإسهالات ده؟ بإننا نتبع إجراءات الأمن الحيوي والتحصينات، ونتابع الحالة المناعية للقطيع بصفة دورية مع فحص الأعلاف عشان نتأكد إن ما فيهاش أي سموم فطرية. ولو هنستخدم أي مضادات حيوية لازم نعمل اختبارات حساسية للمضادات الحيوية دي عشان نتجنب حدوث أي خسائر اقتصادية لا قدر الله. وطبعا لو حصلت إسهالات لازم يحصل تشخيص سليم عشان نعرف المسبب الأساسي إيه، وبالتالي نعالج بطريقة سليمة،
وطريقة العلاج من الإسهالات ليها كذا مدرسة، ففي مدرسة المضادات الحيوية في العلاج، وفي اللي بيستخدم الأعشاب في العلاج. احنا اتعاملنا مع الإسهالات من أول الاستقبال لحد البيع باستخدام جرعات علاجية من البايوفاكتور والمنتا أروم والباور فيتا، وبنحدد الجرعات على حسب نوع الإسهال الموجود في القطيع. وبيفضل متابع معاك فريق من الدعم الفني طول فترة الدورة عشان تطلع من الدورة بتاعتك كسبان مش خسران. مع تحيات المكتب العلمي لشركة المتحدون الدوليون للأدوية البيطرية وأدوية العلف السائل، كانت معاكم المهندسة منار علي من فريق الدعم الفني لشركة المتحدون الدوليون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.